السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ويكون كله تمام. في الفيديو ده احنا هنبراكتس على الترجمة، واعرف ان بداية من دلوقتي هيكون في فيديوهات براكتسنج على الترجمة، بما ان المواصفات بتاعتها نزلت رسميا الحمد لله، وهي الترجمة بتاعتها هتكون ترجمة تشوز. فانت هيكون عندك فيديوهات بشكل دوري كده يتحل فيها 10 جمل عربي انجليزي و10 جمل زيهم انجليزي عربي وكده. عايزك تترجم مقالي بالله عليك. هتقول لي يا مستر طب ايه دخل المقالي بالموضوع؟ ما احنا الترجمه بتاعتنا هتكون تشوز. عايزك توصل، عارف المقالي هو اللي بيعلم مستواك اصلا. اوصل لمرحله ان انت بتقرا راس السؤال قبل ما تبص على الاختيارات بتاعته، فانت عارف ترجمه الجمله اللي فوق دي ايه. ترجمه الجمله اللي فوق في دماغك كذا كذا كذا، وانزل ادور في الاختيارات على الترجمه اللي انا اصلا عارفها من بدري. ده هيفرق معاك جدا جدا وهيخليك قوي. واللي بيقويك فعلا في الترجمه مش الترجمه اللي تشوز قد الترجمه المقاليه. الترجمه اللي تشوز تحس نفسك بس محتاج تكون ايه، نظرك قوي شويه، ومحتاج يكون واخد بنادول عشان ما تصدعش، لان الترجمه اللي تشوز حرفيا حاجه تصدع. قول بسم الله وصلي على النبي. يلا بينا. هنحل الاول من عربي لانجلش. الان حان الدور عليك لكي تدرب نفسك على هذه التمارين. يلا بينا. Many kinds of animals and plants are facing extinction. انواع كتير، بالبلدي كده انواع كتير من الحيوانات والنباتات بتواجه extinction، معناها الانقراض. Because of man's irresponsible activity، بسبب سلوك الغير مسؤول للانسان. So man should be careful، الانسان المفروض يكون حريص in his dealing with the environment في التعامل بتاعه مع البيئة. امسكهم واحدة واحدة، حتى لو وصلت ان في عندك واحدة هي دي اللي انت متأكد منها لازم تكمل. امسكهم كلهم. تتعرض انواع كثيره من الحيوانات والنباتات للاضطهاد، مش ده اللي احنا عايزينه، يبقى اذا اول واحده دي غلط، احنا قلنا انقراض. تتعرض انواع كثيره من الحيوانات والنباتات للانقراض بسبب نشاط الانسان غير المسؤول، ومن ثم وجب على الانسان توخي الحذر في التعامل مع البيئه. هل دي الصح؟ ما نعرفش، كمل. تتعرض انواع كثيره من الحيوانات والنباتات للاضطهاد، لسه قايلين فوق الاضطهاد ده غلط، يبقى اذا برضو جيم غلط. تتعرض انواع كثيره من الحيوانات والنباتات للانقراض بسبب نشاط الانسان المسؤول، لا هو كان غير مسؤول، يبقى الاجابه بتاعتي هي ايه؟ هي ب هي اللي صح. لازم بالراحه وتشوفهم كلهم بالشكل ده. تعال. Practicing sports something good for young and the old alike. ممارسه الرياضه شيء كويس للشباب والكبار على حد سواء، يعني نفس الموضوع. It benefits people، بتفيد الناس physically and mentally، بتفيد الناس جسديا وذهنيا at the same time في نفس الوقت. تعالى. ممارسة الرياضيات، لا احنا عايزين رياضة مش عايزين رياضيات اللي هي الماث الحسابات، لا. ممارسة الرياضة شيء مفيد للصغار وكبار السن في نفس الوقت، فهي ربما تفيد. ما قلناش ربما دي وهي اصلا مش في نفس الوقت، هي على السواء او على حد سواء. ممارسة الرياضة شيء مفيد للصغار والكبار على السواء، فهي تفيد الاشخاص بدنيا وعقليا في نفس الوقت. ما نعرفش، تعال نشوف الأخيرة. ممارسة الرياضة شيء مفيد للصغار والكبار في كل الأوقات، ما قلناش كده، يبقى الإجابة بتاعتنا هي ج. طيب كمل معايا. The storms, hurricanes and earthquakes are natural disasters. الرياح أو العواصف يعني، والهوريكينز الأعاصير، والearthquakes الزلازل، دي كوارث طبيعية that happen suddenly، بتحصل فجأة without any arrangements، من غير ترتيبات. But some of them are expected by meteorologists، بس بعضهم بيتم التوقع بتاعه، توقع عنه يعني عن طريق خبراء الأرصاد. تعال. الرياح والأعاصير والزلازل كوارث طبيعية تحدث فجأة دون ترتيبات، ولكن منها ما يكون متوقع لدى خبراء الأرصاد. مش شايف فيها مشكلة، بس لازم نكمل للآخر. تعتبر الرياح والأعاصير والزلازل كوارث بطبيعتها، دي غلط، وتعتبر أصلا ما كانتش موجودة، يبقى إذا ب غلط. الرياح والأعاصير والزلازل أزمات طبيعية، هي كوارث مش أزمات، يبقى ج غلط. الرياح والأعاصير والزلازل كوارث طبيعية تحدث فجأة دون ترتيبات، ولكن منها ما يكون متوقع وما كملش بواسطة مين، يبقى ده الغلط، يبقى الإجابة ألف هي المظبوطة. كمل معايا. We sometimes have sudden temporary symptoms connected to certain situations. أحيانا بيحصل معانا أعراض مفاجئة وتكون مؤقتة في مواقف معينة. When exams are coming soon، لما الامتحانات تكون بتقرب. We can notice some students have strong stomach. الطلبة بعضهم بيجيله ألم في المعدة. قد نشعر أحيانا بمواقف مفاجئة، احنا ما قلناش مواقف، قلنا أعراض، يبقى إذن ألف غلط. قد نشعر أحيانا بأعراض مفاجئة ومؤقتة مرتبطة بمواقف معينة، فعندما يقترب موعد الامتحانات نستطيع أن نلاحظ بعض الطلبة يشعرون بألم شديد في المعدة. هنشوف.
قد نشعر أحيانا بأعراض مفاجئة ومؤقتة مرتبطة بمواقف معينة، فعندما يقترب موعد الامتحانات لا نستطيع أن نلاحظ. لا، احنا قد نلاحظ قلنا، أو نستطيع أن احنا نلاحظ، يبقى جيم غلط. قد نشعر أحيانا بأشياء منتظمة ملهاش دعوة، يبقى الإجابة بتاعتي هي ب. كمل معايا. جملة رقم 5، ننزل تحت شوية. setting up productive projects، إقامة المشاريع الإنتاجية بتساعد إن احنا نزود أو نوفر فرص عمل للشباب الغير موظف، يعني اللي هم العاطلين، who are looking for jobs، اللي بيبحثوا عن وظائف، so they help them to start a good life، عشان نساعدهم، أو الوظائف دي بتساعدهم يبدأوا حياة كويسة. تساعد إقامة المشروعات الإجرائية، احنا ما قلناش إجرائية، قلنا إنتاجية. تساعد إقامة المشروعات الانتهازية، شكرا، برضو قلنا إنتاجية. تساعد إقامة المشروعات الابتدائية، شكرا، يبقى الإجابة د اللي هي تساعد إقامة المشروعات الإنتاجية. دي جملة سهلة جدا جدا، الحل فيها مبني على فرق واحد بس، فدي حاجة سهلة. جملة 6، Do you think that man's committing crimes in society، ارتكاب الإنسان للجرائم في المجتمع connected to his aggressive nature، ده بسبب طبيعته العنيفة or it's a result of the circumstances around them or both of them، ولا ده نتيجة الظروف اللي حواليه، ولا الاتنين، إنه عنيف وفي ظروف حواليه؟ تعال. هل تعتقد أن ارتكاب الإنسان لجرائم في المجتمع مرتبط بعدوانية الإنسان الطبيعية؟ مفيش حاجة اسمها عدوانية الإنسان الطبيعية، هي كانت طبيعة الإنسان العدوانية، يبقى إذا ألف تبقى غلط. هل تعتقد أن ارتكاب الإنسان للجرائم في المجتمع مرتبط بطبيعة الإنسان العدوانية أم أنها نتيجة الظروف المحيطة به أم الاثنين معا؟ مش شايف في غلط في ب، بس تعال نكمل. هل تؤمن أن ارتكاب، هي هل تعتقد مش هل تؤمن، يبقى إذا ج برضو غلط. ثواني هعطس. الحمد لله. هل تعتقد أن ارتكاب الإنسان للجرائم في المجتمع مرتبط بطبيعة الإنسان العنيفة؟ هي ما كانتش عنيفة، هي كانت عدوانية، صح؟ aggressive، يبقى إذا ده الغلط، يبقى الإجابة كانت ب. مظبوط الكلام. كمل معايا. I was proud when my father got promoted، كنت فخور لما أبويا اترقى. He has worked hard in this organization، اشتغل جامد في المنظمة دي for ages، لوقت كبير، فترات طويلة. So he deserves، بيستحق to be the executive director، يكون المدير التنفيذي. شعرت بالفخر عندما حصل ولد على ترقية، لقد عمل بجد في هذه المنظمة فترات طويلة، ذلك فهو يستحق أن يكون المدير التركيبي، قلنا التنفيذي. اللي تحت جايب فيها المدير العام عشان هي دي الكلمة بقى، يبقى الإنجاز. بعد كده مدير تحفيزي برضو جيم، يبقى غلط، يبقى الإجابة د. وبرضو الجملة دي مبنية على كلمة واحدة بس. رقم 8، It's healthy to eat fruits and vegetables، من الصحي إنك تاكل فواكه وخضروات regularly، بانتظام، every day، كل يوم. to reduce، عشان تقلل، لا وتقلل eating sweets. مش عارف في اذان بيأذن، مش عارف ده ظاهر في الفيديو ولا لا، بس لو ظاهر مفيش مشكله، اعتقد ان صوتي هيكون اوضح منه. الله اكبر، الله اعظم. and chocolates because they are harmful to our health، نقلل اكل الحلويات والشوكولات عشان هم مضرين لصحتنا. من الصحي تناول الخضروات والفاكهه بشكل غير منتظم، لا اللي كان موجود فوق كان منتظم، يبقى الف غلط. من الصحي عدم تناول، يبقى برضو لا، لان احنا من الصحي تناول. من الصحي تناول الخضروات والفاكهه بشكل منتظم كل يوم، وان نقلل من تناول الحلويات والشوكولاته لان هم ضارين بصحتنا، ما فيهاش مشكله. بس تعال نشوف الاخيره. من الصحي تناول الخضروات والفاكهه بشكل منتظم كل يوم، والا نقلل، لا قلنا نقلل، يبقى الاجابه الصح بتاعتي هي ج. كمل معايا. رقم 9، Our national income has many resources، الدخل القومي الدخل القومي بتاعنا ليه مصادر عديدة. some are stable resources، بعضها مستقر والبعض الآخر unstable، غير مستقر أو غير ثابت يعني. ولكن السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب هم الأهم. تعال. لدخلنا القومي العديد من المصادر، بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب هم الأكثر أهمية. مش شايف فيها مشكلة، بس تعال نشوف. لدخلنا القومي العديد من المصادر، بعضها غير ثابت والبعض الآخر غير ثابت، لا هي بعضها ثابت وبعض غير ثابت، يبقى به غلط. لدخلنا القومي العديد من المصادر، بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكن لا تبقى السياحة، هي كانت تبقى، مش لا تبقى، يبقى ج غلط.
لدخلنا القومي العديد من المصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكن تبقى السياحة وبترول قناة السويس والضرائب أقل أهمية. هي كانت أكثر أهمية، يبقى الإجابة ألف مظبوط. جملة 10 ودي آخر جملة في الجمل بتاعت من إنجليزي العربي. Tolerance is a good quality. التسامح صفة كويسة that all religions and cultures and social systems call for. كل الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية بتنادي بيها. We can feel it obviously in our daily treatments. ممكن نحس بيها بوضوح في تعاملاتنا اليومية، وأحيانا بيبان لك إنها ممكن تختفي بس دايما موجودة. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية، ويمكننا أن نشعر بها بوضوح في علاجاتنا. هو هنا مترجم تريتمنت علاج، وتريتمنت هنا معناها تعاملات، يبقى إذن ألف غلط. إن التسامح صفة جيدة تتصل بها، لا هي كانت تدعو إليها، يبقى به غلط. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية، ويمكن أن نشعر بها بوضوح في تعاملاتنا اليومية، وفي بعض الأحيان قد يبدو أنها تختفي لكنها موجودة دائما. جيم أنا مش شايف إن فيها مشكلة، بس تعال نشوف. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية، وقد نشعر بها بوضوح في تعاملاتنا اليومية، وفي بعض الأحيان يبدو أنها قد تظهر، لا هي كانت يبدو أنها قد تختفي، يبقى ده الغلط والإجابة كانت ج. دور ال10 جمل بتوعنا من إنجليزي لعربي. تعال نشوف الجمل بتاعت من عربي لإنجليزي، كانت في صفحة حاجة و30 لو أنا فاكر صح. زي ما احنا، حاول ما تزهقش. من عربي لإنجليزي، من عربي إيه ده؟ دي كام 5؟ يبقى احنا وصلنا. تعالى choose the correct translation من جملة رقم 1. يتطلع كل مصري مخلص أن تصبح مصر الدولة الأكثر قوة ورخاء في العالم بأسره. Every loyal Egyptian look غلط ليه؟ عشان every فعلها مفرد، يبقى المفروض كأنك بتتعامل مع هي أو شي أو it، يبقى looks، فشكرا. Every Egyptian loyal هي المفروض تبقى every loyal Egyptian، يبقى إذا برضو شكرا. تعال نشوف سي. Every loyal Egyptian looks مفيهاش مشكلة. تعال نشوف الباقي. Looks forward to Egypt becoming the most powerful and prosperous nation in the whole world. مش شايف فيها مشكلة، بس تعال نشوف الأخيرة. Every loyal Egyptian look forward to Egypt becomes، ده غلط لأن look forward to بيجي بعدها verb ing، يبقى الإجابة هي C. ما من شك في أن السعادة هي الهدف الذي يسعى جميع الناس إلى تحقيقه. There is a doubt يوجد شك، لا يبقى إذن إيه غلط، مش عايزها. There's no doubt that happiness is the goal which all people want to achieve. مش شايف إن في مشكلة. want معناها يريد، هل هيلعبها يريد ويسعى؟ لسه ما نعرفش. تعال نشوف الثالثة. There's no doubt in that، لا هي المفروض there's no doubt that من غير in دي كده غلط، يبقى سي غلط. There's no doubt that happiness is the goal which we seek all people to achieve it. which we seek all people، لا طبعا دي غلط، يبقى الإجابة بتاعت B كانت صح. كل الناس عايزة تحققه. هو حاطط سيك تحت، وسيك معناها يسعى، بس تركيبة الجملة غلط، يبقى الإجابة B. تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في كل أنحاء البلاد، وتهدف هذه المشروعات إلى توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الناتج المحلي والقضاء على العجز في الميزان. تعال، المفروض الميزان التجاري يعني. The government carries out a lot of mega national projects all over the country. These projects aim to provide، ثانية واحدة أنا تهت كده، ماشي. aim to provide job opportunities for citizens و double the national production. قلنا زيادة، double يعني يضاعف، لا إن أنا مش عايز أضاعف، أنا عايز أزيد. تعال نشوف B. The government carries out a lot of giant national projects. mega و giant دي عملاقة ودي ضخمة، ماشي، مش يعني ممكن تكون صح وممكن غلط. تعال نشوف لسه. all over the world هي كانت في كل أنحاء البلاد مش العالم، يبقى إذن the world دي غلط، يبقى B غلط. The government carries out a lot of mega national projects all over the country. ماشي لحد دلوقتي صح. These projects aim to provide job opportunities for foreigners. توفير فرص عمل للأجانب، لا طبعا هي المواطنين، يبقى كده خلاص انت فلترت كله وتبقى دي هي الإجابة. The government carries out a lot of giant national projects all over the country. These projects aim to provide job opportunities for citizens. أيوة. We increase the national production and eliminate the deficit in the trade balance. ألا تظن أننا بالفعل قد قمنا بما يكفي من العمل لهذا اليوم؟
سلام على الصاحب اللي يقول لك كده، شيطان ده ولا ايه؟ فلماذا لا نعود الى منازلنا للراحه بدلا من التعرض لمزيد من ضغوط العمل؟ جمله مضحكه قوي، التي قد تؤدي الى اضرار بدنيه ونفسيه خطيره على المدى البعيد. سلام عليك. Do you not think، لا هي don't you think، ألا تظن أو ألا تعتقد، يبقى إذن لا. Don't you think that we have already done enough work for today? Then why don't we return to our homes to rest instead of experiencing more work pressures that may lead to serious physical and psychological harms in the long run? مش شايف في مشكلة بيه، بس تعال نشوف الباقي. Don't you think that we have already done enough work for a day؟ لا احنا for today لهذا اليوم، يبقى إذن سي غلط. Don't you think، do you not think برضو نفس القصة، لا يبقى الإجابة خلاص صريحة تبقى B هي الصح. كمل معايا. رقم 5، لا مفر من ترشيد استهلاك المياه والطاقة وأن يعاد النظر في أساليب الري التقليدية، فمع زيادة عدد السكان يقل نصيب الفرد من المياه كما يزداد استهلاك الطاقة. It's inevitable معناها لا مفر. To rationalize water and energy assumption معناها افتراض، وأنا مش عايز افتراض، أنا عايز استهلاك، يبقى إذن assumption غلط. It's optional معناها اختياري، وأنا بقول لا مفر يبقى لا برضو. It's inevitable to rationalize water and energy consumption and to reconsider، يعاد النظر ماشي، traditional irrational irrigation methods ماشي. As population increases the one's share of water and increases، لا هي المفروض يقل مش يزيد، increase معناها يزيد، يبقى إذن سي غلط، يبقى الإجابة أكيد هي دي. It's a must to rationalize water، مفيش مشكلة في it's a must. And energy consumption reconsider traditional irrigation methods as the population increases the individual's share of water decreases and energy consumption increases. ماشي. إن تطور فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه يجعله أكثر تهديدا للبشر، كما أن هذا يهدم نظرية مناعة القطيع وكذلك إمكانية وجود لقاح يحمي الفرد مدى الحياة. The development of the coronavirus and the emergence of new new viruses make it more threatened، لا threatened معناها مهدد، احنا بنخليه مهدد يعني بيهدد، يبقى threatening، يبقى شكرا ايه غلط. The development of the coronavirus and the emergence of new strains، احنا قلنا سلالات ماشي، of it makes it more threatening to humans and this undermines the theory of herd immunity as soon as ثواني وكذلك إمكانية as soon as، لا احنا as soon as معناها بمجرد، احنا عايزين وكمان بالإضافة إلى، يبقى إذن شكرا برضو دي مش معايا. The development of the coronavirus and the emergence of new strains of it make it more threatening، فوق كانت makes it برضو كانت غلط. To humans this undermines the theory of herd immunity as well as بالإضافة إلى ماشي اللي هي وكذلك. The possibility of a vaccine that protects individual for life. أنا مش شايف مشكلة في سي، بس تعالى نكمل. The development of coronavirus and disappearance، هي كانت ظهور مش اختفاء، يبقى إذن برضو دي غلط، يبقى الإجابة سي هي المظبوطة. فاضل 3 جمل بس. لابد أن يتحلى الطالب الناجح بالصبر والعزيمة وأن تكون لديه خطط قابلة للتطبيق حتى يصل لهدفه المنشود، فلن يتحقق النجاح أبدا بالصدفة أو بالعمل العشوائي غير المخطط له. A successful student must be patient، لا المفروض must be patient مش patience، لازم يكون صبر ولا صبور، يبقى إذن دي غلط. The successful student must be، كنا فين هي أصلا ذا، أنا كده حددت لا برضو، و determination غلط برضو، يبقى إذن بي غلط. A successful student must have patience، كده ماشي. يتحلى بالصبر والعزيمة ماشي. And they must have viable plan in order to reach desired goal. Success will never be achieved by chance or by random unplanned action. ما فيش مشكلة في سي، بس تعال نكمل. A successful student must have patience, determination. They must have theoretical، لا خطط نظرية، خطط قابلة للتطبيق اللي هي viable، يبقى الإجابة سي مظبوط. 8، يجب أن يكون المرء متفائلا. أنا عارف إن الترجمة من عربي لإنجليزي أصعب من إنجليزي عربي، بس محتاجة شوية تركيز يعني، صح معايا. يجب أن يكون المرء متفائلا وعلى ثقة بأن الغد أفضل من اليوم، فلا شك في أن التفاؤل من سمات الشخص الطبيعي. على النقيض فإن الشخص المتشائم يعاني من خلل نفسي. One should be optimistic
and confident that tomorrow is better than today. There is no doubt that optimism is a quality of abnormal person. لا، احنا قلنا الشخص الطبيعي يبقى abnormal معناها غير طبيعي يبقى غلط. تعال نشوف B. One should be optimistic and confident that tomorrow is better than today. There is no doubt that optimism is a character. Character المفروض characteristic اللي هي صفة. تعالى كده. أو quality. لا، character غلط. C. One should be optimistic and confident that tomorrow is better than today. There is doubt that هي لا شك مش يوجد شك، يبقى إذا برضو C غلط. One should be optimistic and confident that tomorrow is better than today. There is no doubt that optimism is a quality of a normal person. On the contrary, على العكس أو على النقيض, a pessimistic person suffers from psychological disorder. ماشي. 9. إن إجادة استخدام الحاسب الآلي والتحدث اللغات الأجنبية من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، كما أن القدرة على العمل ضمن فريق سمة في غاية الأهمية. Proficiency with computer and fluency in speaking foreign languages are one of the most important skills required in labor market. The ability to work as a part of team is an extremely important quality. في مشكلة في دي؟ مش عارف، تعال نشوف. Fluency in using computers، لا، الطلاقة في استخدام الكمبيوتر، لا، احنا عايزين الكفاءة والإجادة، يبقى إذا التانية غلط. Proficiency with computers and fluency in speaking national languages is one of the most important skills required in labor market. The ability to work as a part of a team is an extremely important quality. تعال نشوف اللي بعدها. Proficiency with computers and fluency in speaking foreign languages are an important skill required in labor market. The ability to work as part of a team is an extremely important quality. الفرق الوحيد ما بين دي وما بين الجملتين اللي كانوا محتملين C و A ان هنا R، واحنا عايزين R مش is، لاننا بنتكلم في حاجتين اللي هم اتقان او اجادة الكمبيوتر وتحدث اللغات. اخر جملة. انني واحد من اولئك الذين يتطلعون بشدة اليوم الذي يتخرجون فيه ويبدأون حياتهم العملية ويتخذون اولى خطواتهم نحو تحقيق اهدافهم في الحياة. I am one of those who very much look forward to the day they graduate and begin their work life and take their first steps towards كنا فين؟ achieving their goals in life. أنا مش شايف مشكلة في دي. هنشوف التاني. I look forward to the day they graduate. لأ، أنا بتطلع اليوم اللي هم بيتخرجوا فيه. غلط الكلام ده. I'm one of them who impatiently look forward to the day. نكمل بلا صبر، ماشي، مفيش مشكلة، تعال نكمل للآخر. They graduate and begin their work life and take steps towards achieving their goal in life. تعال نشوف دي. I'm one of those who impatiently look forward to the day they graduate and begin their work life and take their first steps towards achieving their. ما كملهاش، يبقى إذن دي غلط. تعال نشوف الفرق ما بين C وما بين A. I'm one of those. أنا واحد من أولئك who very much look forward to the day they graduate and begin their work life and take their first steps towards achieving their goals in life. وسي كانت بادئة I'm one of them. لأ، I'm one of those هي الصح، يبقى الإجابة إيه؟ قال رسول الله: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ده اللي بنعمله دلوقتي. أقول الحديث أو أفسر الحديث، يعني أنت بتكمل حتى لو بتعمل حاجات صغيرة. فأنت لو في الأسبوع الواحد عملت 10 جمل عربي إنجليزي و10 جمل إنجليزي عربي هتكمل وتبقى زي الفل. فأتمنى نكمل بالشكل ده، والفيديو ده مش هيكون آخر فيديو، وهنحل كتير جدا جدا من دلوقتي لحد آخر السنة. حبايبي، سلام عليكم.